والسلام عليكم. بن كيران فرقع الرمانه وجا اخنوش نيشان سمع شنو قال الحزب ديالو. شوف الناس ديالك، واحد العدد منهم في الحباسات. الحزب ديالك هو الاول، والاخرين متابعين في حاله صراحه، والاخرين ما كيعرفوا يسيروا والو، والوزراء ما كيعرفوا حتى واحد. اش من حكومه هذه؟ بغض النظر على بعض الوزراء القدام، بغض النظر على بعض الوزراء ديال الاحزاب الاخرى. انا حنا كنصحوك. كما سمعتوا الاخوان، هادشي ماشي حنا اللي قلنا، يعني بن كيران هو اللي قال هادشي هذا. وإلا كان هذا الكلام صحيح، يعني هاد المسؤولين اللي متابعين قضائيا خصهم يتعافاو من المهام ديالهم. هذه هي الاولانيه، حيت حنا الدراوش اي واحد طلع من السجن كيخرج بوبري كيبغي يمشي يدفع شي سيفي، عندك صافي، عندك حسن السيره موسخه تما تبقى. ماشي واحد عمل اختلالات في ملك العام، يعني المال العام، اختلالات في المال العام. يعني لا ماشي اختلالات في المال العام، راه فلوس ديال الدراوش، فلوس ديال الشعب. هذاك فلوس ديال جلاله الملك يوفر واحد النصيب ديال الفلوس باش تقضيو به واحد المصالح ما كتقضيوهاش به. يعني نتوما يدكم مغسوله، ما بقاتش فيكم ثقه. يعني اي واحد كان متابع قضائي وثبتت عليه هذه التهمه هذه خصو يتعافى من المهام ديالو. هي الاولانيه، وعاد المحاسبه ثم المحاسبه ثم المحاسبه. ماشي حلال عليكم وحرام علينا. يعني الدرويش بوبري لو قالوا الافات وطلع من السجن وخرج بغا يخدم تما يبقى كيدور، تيدخلوا شي واحد الا من رحم ربي. اما الا كان شي واحد في شي سلطه كبيره ولا شي حاجه وتم الاختلال ديال المال العام ويطلع من السجن ويخرج ويكمل المهام ديالو عادي، هادي راه حشومه وعيب. هذا كيبقى هي الراي ديالي، والاراء تحترم. تحياتي للمسؤولين الشرفاء اللي عندهم غير على هاد البلاد. والله يدير شي تاود الخير. والشعار ديالنا هو الله الوطن الملك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.